مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. في الصورة والمشهد كتائب إلكترونية مأجورة هدفها إشاعات وبث فتن بين أبناء الوطن، وما زال الغل والحقد يملأ قلوبهم وما زال الغل والحقد يملأ قلوبهم حتى محيا من قلوبهم طعم الوطن، فصاروا بلا أعين تبصر فصاروا بلا أعين تبصر وبلا عقول تعي، وصارت قلوبهم كالحجر الأصم وصارت قلوبهم كالحجر الأصم ونزع من وجدانهم الخلق القويم، ونسوا أن الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وعلمنا المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم كيف يكون حب الأوطان، كيف يكون حب الأوطان. فألا بعدا للماكرين والحاقدين والكارهين، ألا بعدا للحاقدين والكارهين والماكرين، ويحيى الوطن، يحيى الوطن، يحيى الوطن. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نتابع معكم أخبار القاهرة. عودة بعد هذا الفاصل، نتابع معكم أخبار القاهرة. ترسيخ ثقافة ترشيد الكهرباء ومراعاة محدودي الدخل، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة دكتور محمد شاكر، حيث أكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة جهود رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين وترسيخ ثقافة ترشيد الكهرباء مع الاستمرار مع مراعاة محدود الدخل، وأهمية الاستمرار بكل حزم في مواجهة الحصول على التيار الكهربائي بشكل غير شرعي بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة. وخلال الاجتماع عرض وزير الكهرباء تقريرا عن توقيع العقد الخاص بتحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء للعمل بنظام مشغل مستقل للشبكة، موضحا أن ذلك يعد خطوة مهمة لتفعيل قانون الكهرباء الجديد، والذي ينص عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، ويحقق هذا الفصل ضمانة للمستثمرين في جدية الدولة فيما يتعلق بإتاحة الفرصة للاستثمار في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية. كما قدم وزير الكهرباء للرئيس السيسي تقريرا حول الجهود التي تقوم بها وزارة الكهرباء في إطار تنفيذ خطة رفع كفاءة شبكة نقل الكهرباء. كما استعرض وزير الكهرباء الموقف النهائي للعقود الخاصة بمحطة الضبعة النووية، مشيرا إلى توقيع العقود قبل نهاية العام. وتناول كذلك الموقف التنفيذي لمشروعات إنشاء محطات لتوليد الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنز وشركائها المحليين، حيث أوضح أن العمل يسير طبقا للجدول الزمني المحدد. وما زالت العمليات العسكرية في سيناء الحبيبة مستمرة، حيث أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا ثانيا بشأن العمليات العسكرية التي تجري لملاحقة العناصر التكفيرية ومداهمة البؤر الإرهابية في شمال سيناء. وأوضح البيان الذي نشر على صفحة المتحدث باسم القوات المسلحة أن قواتنا الجوية قصفت 16 ملجأ تستخدمها العناصر التكفيرية في شمال سيناء، كما قصفت المدفعية أهدافا أخرى في توقيتات متزامنة بمشاركة القوات البرية والقوات الخاصة. وأضاف البيان أن العمليات أسفرت عن مقتل 18 تكفيريا وتدمير 4 عربات و14 دراجة نارية. وأشار البيان إلى استشهاد 3 وإصابة 2 من أبطال القوات المسلحة. وأكدت قواتنا المسلحة أنها لن تعود إلى ثكناتها حتى تدحر الإرهاب مهما كلفها ذلك من تضحيات. ملفات هامة أمام مجلس المحافظين، حيث عقد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اجتماعا لمجلس المحافظين لمناقشة عدد من الملفات المهمة. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء سيناء، ثم استعرض مدى توافر السلع التموينية الرئيسة والاحتياطات الاستراتيجية من السلع الغذائية الأساسية لمدة 6 أشهر، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية. كما ناقش المجلس التقارير المتعلقة باستكمال المشروعات الخدمية والتنموية
التي يتم تنفيذها بالمحافظات في مختلف القطاعات. افتتح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والمستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل فعاليات المؤتمر العالمي لدار الإفتاء المصرية تحت عنوان التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي لأئمة مساجد للأقليات المسلمة، حيث يستمر المؤتمر لمدة يومين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركة نحو 80 من مفتين والعلماء في العالم. من جانبه أكد مفتي الجمهورية أن المؤتمر يبحث التحديات المستقبلية والحالية للأمة الإسلامية. كما شدد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على أهمية ترسيخ فقه المواطنة بين المسلمين في أوروبا. أهمية الجهود الدولية لقطع الطريق على تنامي الفكر المتطرف الناتج عن الفتاوى الصادرة عن المتطرفين دينيا وغير المؤهلين علميا، وصياغة جديدة للفكر العربي والإسلامي من خلال تجميع العدد الأكبر للعاملين والمشتغلين بالإفتاء الوسطي على مستوى العالم. دار الإفتاء المصرية تطلق فعاليات المؤتمر العالمي تحت عنوان التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي لأئمة المساجد للأقليات المسلمة تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنسيق الجهود الرامية إلى الارتقاء بمهمة الإفتاء الشرعي في الحفاظ على المجتمعات من أخطار التطرف والفوضى المجتمعية. ترسيخ فقه المواطنة بين المسلمين في أوروبا وغيرها من المجتمعات المتعددة الهويات والثقافات خطوة ضرورية على طريق الاندماج الإيجابي الذي دعونا إليه في أكثر من عاصمة غربية، فهو الذي يحفظ سلامة الوطن وتماسكه ويرسخ تأصيل الانتماء الذي هو أساس الوحدة في المجتمع، كما يدعم قبول التنوع الثقافي والتعايش السلمي، ويقضي على مشاعر الاغتراب التي تؤدي إلى تشتت الولاء الوطني وتذبذب المغترب بين وطن يعيش على أرضه ويقتات من خيراته وولاء آخر غريب يتوهمه ويحتمي به فرارا من شعوره بأنه فرد في أقلية مهددة. كان من الضروري أن ينعقد هذا المؤتمر على الأرض التي حملت لواء الاعتدال والتجديد والاستنارة، في هذا المكان كعبة العلم المتمثلة في الأزهر الشريف الذي سيظل حصنا حصينا أمام مواجهة التطرف والعنف ودعوات التفريق والتشرذم بكل صورها. فانعقاد المؤتمر جاء تلبية واستجابة لنداء الحاجة، بل لنداء الضرورة التي يصرخ بها الواقع المعاصر. ولهذا تم اختيار موضوع هذا المؤتمر بدقة وعناية، إيمانا منا بأن الأئمة والدعاة في الغرب هم نواة نشر الإسلام الصحيح. عبارات لا تقبل التأويل وكلمات أعرب فيها الحاضرون والمشاركون ودون مواربة. استهجن الجميع ما تدعيه المنظمات الإرهابية في العالم بصحيح فتواها، وهي تحمل وجه حمامة وقلب ذئب. من هنا جاء حرص القائمين على المؤتمر بدعم وتأهيل قادة الرأي الديني في مجال الإفتاء في الخارج، وأيضا العمل على كيفية مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا وإيجاد وسائل لمواجهة التحديات كافة للأقلية الإسلامية عبر الإفتاء. كنا مستتركين، كنا نطلب ونحصل علما في إسطنبول، فانقطع هذا التنفس الروحي، ففتح الله لنا الأزهر الشريف لنتنفس في هذا القرن العشرين، وإن شاء الله في قرن الواحد وعشرين إلى يوم القيامة. رفع راية الإسلام وعلى رفع مستوى علماء هذه الأمة في المعرفة وفي نشر حقائق وثوابت الإسلام، وسعيهم الدؤوب لتوحيد صفوف الأمة الإسلامية بالعمل
على نشر الأسس الثابتة في الإسلام التي تدعو إلى الوسطية والاعتدال وتعكس الرحمة التي تميز بها هذا الدين العظيم. وضع برنامج تدريبي لإكساب مجموعة من المتدربين المشتغلين بالعلوم الشرعية المهارات الإفتائية والعلمية والفنية لرفع كفاءة وجودة الأداء الإفتائي لديهم. مبادرة دار الإفتاء المصرية من خلال عقد هذا المؤتمر لنشر الالتزام بالمنهج الوسطي في ممارسة الفتوى. وليد هيكل، التلفزيون المصري. وإلى مجلس النواب وانتخابات اللجان النوعية، حيث أتم أعضاء مجلس النواب انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية 25 في مقر اللجان. وقال الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس إن انتخابات هيئات اللجان جرت على مقعد الرئيس والوكيلين وأمين السر برئاسة أكبر الأعضاء سنا. وعلى جانب آخر، وافق مجلس النواب في جلسته اليوم بصفة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين. ويضم مشروع القانون المعقبة السجن لكل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولي قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منظما لها. كما ينص مشروع القانون على أن توفر الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين. محافظات الصعيد وآمال التنمية. في ختام زيارتها للصعيد، قامت وزيرة التعاون الدولي دكتورة سحر نصر بزيارة مدرسة قنا الثانوية الصناعية للبنات ضمن المشروع الممول من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بهدف تمكين طلاب المدارس الثانوية الفنية من الحصول على العمل والمهارات اللازمة. وتفقدت الوزيرة مدرسة الفصل الواحد التي تأتي ضمن مشروع وصول الأطفال إلى التعليم ومكافحة عمالة الأطفال، والممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 60 مليون يورو، ويتم تنفيذه في 16 محافظة هي الأكثر معاناة في الأمن الغذائي. وقامت الوزيرة بزيارة وحدة طب الأسرة ضمن مشروع إنشاء 78 وحدة صحية في 23 محافظة، والممول من الجانب الإماراتي بمنحة لا ترد بقيمة 26 مليون دولار، مشيرة إلى أن المشروع وفر خدمات صحية لأكثر من 780 ألف مواطن، وساهم في توفير 6000 فرصة عمل بالإنشاءات و1000 فرصة عمل دائمة. وتفقدت الوزيرة مشروع تشغيل الفتيات في مبادرات العناية بصحة الأم والطفل، والممول بقيمة 1 مليون جنيه من الصندوق الاجتماعي للتنمية. وأكدت الوزيرة أن المشروع ساهم في تبني 6000 أسرة لمفهوم صحة الأم والطفل، وساهم في توفير 36 فرصة عمل، وقام بمحو أمية 84 سيدة. ما بين السكر والأرز وجشع التجار والمحتكرين، تمكنت مديريات الأمن من ضبط أطنان من السكر والأرز المخبأ بعدد من المخازن بعدد من المحافظات، والتي يهدف أصحابها إلى حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها. من ناحية أخرى، وصلت مديريات الأمن بجهودها لكشف غموض الجرائم وضبط الخارجين عن القانون. ضربة أمنية تليها أخرى ضد محتكر السلع الاستراتيجية وبخاصة السكر، فمديرية أمن الجيزة استطاعت ضبط 10 أطنان سكر بحوزة صاحب مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية بالبدرشين، يقوم باختلاس كميات كبيرة من السكر الخام المفترض توزيعها على المنافذ التابعة لوزارة التموين وبيعه بأسعار مرتفعة. مديرية أمن الأقصر شنت عددا من الحملات الأمنية لضبط المتلاعبين بالسلع التموينية عن طريق حجبها عن التداول، ونجحت في ضبط 92 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، إضافة إلى ضبط أكثر من نصف طن سكر مخزن بهدف إعادة بيعه بأسعار مرتفعة. عشرات الأطنان من السكر المعبأ داخل شكائر كبيرة وأيضا أكياس صغيرة نجحت مديرية أمن أسيوط في ضبطها داخل مخازن مختلفة بدون ترخيص، قام أصحابها بالتواطؤ مع آخرين لتجميع هذه الكميات وإعادة بيعها بأسعار تفوق المحدد. مديرية أمن البحيرة استطاعت ضبط 300 طن أرز بحوزة عدد من التجار ببندر الدلنجات، قاموا بتخزينها بهدف منعها عن التداول في الأسواق وإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة. أعلن المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن وزير التموين محمد علي مصلحي أصدر توجيها بدفع قوافل وسيارات متنقلة بالميادين والرئيسية بالمحافظات
محملة بأطنان من السكر المعبأ لبيعها للمواطنين ب6 جنيهات للكيلو. وتم تخصيص 70 سيارة بإجمالي 50,000 طن من السكر يتم توزيعها وفقا لمخطط زمني وجغرافي وتحت إشراف مفتش التموين ومباحث التموين، وذلك لضمان وصول السلع للمواطنين بسهولة ويسر. كان هذا هو خبرنا الأخير. جهود ضبط الأسعار وآراء الشارع المصري في هذه الجهود هو تقريرنا الذي رصدته كاميرا أخبار القاهرة. إلى هذا التقرير ثم نعاود نواصل أخبار القاهرة. من مرحلة لمرحلة، في برضو عوامل كتيرة منها احنا اللي عاملينها، زي جشع التجار، زي يعني مكسب كتير. برضو وهتكلم بصراحة اكتر، برضو في عامل على الحكومة، مفيش زي يعني كونتاكت على يعني على التجار، مفيش رقابة عليا ولا على حضرتك ولا على الناس الكبيرة اللي احنا بنسمع عنها دلوقتي. دي اسباب كتيره مضايقه الناس كلها، وهي وعامل في ارتفاع الاسعار. انا بقول الحكومه ليها مسؤوليه، واحنا كمواطنين لينا مسؤوليه. لما الاقي السلعه غاليه احاول اهدى شويه، والسلعه الغاليه لما حدش يقرب لها ويشتريها. حتى لو السكر والزيت، ايه المشكله؟ السكر والزيت مش هنموت، لكن احنا كبشر او مواطن عليا دور لما الاقي حد يستغلني ما ادالوش فرصه ان يستغلني واجري على السلعه عشان ما يسرقنيش. والله العظيم كل حاجه موجوده، كل حاجه موجوده، بس عايزين رقابه على التجار بيعينوا الحاجه وبعدين يرجعوا يبيعوا ويقول لك ده كل حاجه غاليه. فكده والله كل حاجه موجوده، وربنا يخلي السيسي وربنا ويخلي الشعب كويس، والحمد لله يعني ما فيش حاجه ناقصانا الحمد لله. ارتفاع يعني الراجل ماسك الدوله خربانه هيعمل ايه؟ كتر خيره يعني اللي احنا عايشين كويسين كده الحمد لله، احنا احسن من دول تانية. نحمد ربنا ونشكر فضله والله. احتكار التجار والحاجات دي، والحكومه الحقيقه تعبت معاهم جدا يعني. الحل الحكومه تشد شويه على المحتكرين السوق ده. ربنا ادانا الرئيس عبد الفتاح السيسي عدل من حال البلد، خلاها جميله جدا جميله جدا، واي حد بيتكلم تاني يبقى معلش ده مش كويس. ربنا يكون في عوننا وفي عون الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان شالنا من فساد 50 سنه فاتت وبيعيشنا النهارده. احنا لازم نصبر عليه، ده بيعمل بنيه تحتيه وبنيه اساسيه، بيوقفنا على رجلينا وبيرجع اسم مصر تاني للدنيا كلها، واحنا نصبر عليه برضه. والله ما منه. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر. دي كانت مجموعة من آراء صادقة لمواطنين مصريين حول محاولات ضبط الأسعار في الشارع المصري. نعود معكم مرة أخرى في أخبار القاهرة، نستعرض أهم العناوين والأخبار التي طلعتنا بها صحف الغد الثلاثاء 18 من شهر أكتوبر لعام 2016، والتي يصاحبنا فيها محللا ومعقبا على أهم هذه العناوين والأخبار الكاتب الصحفي الأستاذ علاء الحلواني رئيس القسم السياسي بالأخبار. أستاذ علاء نورتنا. يا أهلا بك صلاح، نورتنا دايما، بتنورنا يا علاء. يا فندم ربنا يخليك، قناتكم الجميلة دي. ربنا يخليك يا أستاذ علاء. تسمح لنا بس نستعرض أهم العناوين والأخبار ونرجع نحلل ونعقب هذه الأخبار. تفضل. نبدأ أهم عناويننا وأخبارنا من الأهرام. توقيع عقود محطة الضبعة النووية قبل نهاية العام. الرئيس مواجهة سرقة التيار الكهربائي بحزم وتحصيل مستحقات الدولة. رئيس الوزراء يطالب المحافظين بتشديد الرقابة على الأسواق. ضبط 648 طن أرز وسكر أخفاها التجار في 7 محافظات. من الأهرام أيضا، البرلمان يوافق نهائيا على قانون الهجرة غير الشرعية.
من الجمهورية. وفي اجتماع مع وزير قطاع الأعمال الرئيس خطة لإصلاح وتطوير الشركات شديدة التعثر. لجنة تنمية إعمار سيناء برئاسة محلب تقرر تنشيط مشروعات المياه وحسم مشكلات انقطاع التيار بالشيخ زويد ورفح. من الجمهورية أيضا الشرطة تعلن الحرب على التجار الجشعين. ضبط 1300 طن أرز وسكر في مخازن بالقاهرة والمحافظات. الحملات مستمرة وبيع المضبوطات بالسعر الرسمي للمواطنين. نعود معكم مرة أخرى ومعنا الكاتب الصحفي الأستاذ علاء الحلواني نحلل ونعقب على هذه الأخبار والعناوين. أستاذ علاء، النهارده توقيع عقود محطة الضبعة النووية قبل نهاية العام. الرئيس مواجهة سرقة التيار الكهربائي بحزم وتحصيل مستحقات الدولة. كان لقاء السيد الرئيس مع المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء. ماذا عن هذا الخبر؟ يعني هو طبعا ده يعني موضوع في غاية الأهمية، بيعكس مدى اهتمام الرئيس وحرصه على عدة أشياء. النمرة واحد ان الرئيس بيحاول او بيسعى جيدا لمراجعة كل بنود الاتفاقية حتى لا تقع اي مصر في اخطاء كما حدث في اشياء كثيرة قبل ذلك، حتى لا تقع مصر عرضة لضغوطات سياسية او اقتصادية بنفسه. الرئيس يعني ده يمكن الاجتماع الثاني او الثالث يمكن في فترة قريبة جدا مع المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء لهذا الشيء. نمرة اتنين، الموضوع الاكثر اهمية والرئيس اكد عليه النهارده في لقائه مع المهندس محمد شاكر هو حمايه محدود الدخل واعاده التفكير مره اخرى. يمكن احنا اتكلمنا قبل كده في برنامج مع حضرتك مع صلاح عن الشرائح، كان في نفس اليوم اللي طلعت فيه. هو الرئيس النهارده يعني بعد ما شاف الدنيا يعني الصعوبه وشاف الاحوال السيئه، طلب من وزير الكهرباء اعاده التقييم او مراجعه هذه الشرائح ومراعاه وحمايه محدود الدخل. الشيء الثالث برضو اللي هو اكد عليه الرئيس اللي هو ملاحقه بقى الفاسدين وسرقه التيار الكهربائي واعاده كل مستحقات الدوله اللي هي مستحقات الشعب حتى لا تحدث هناك تجاوزات. لكن اللافت للنظر في كل هذا الموضوع زي ما قلنا الشيء المهم جدا، الرئيس عايز يعني اهم حاجه بالنسبه لاتفاقيه الضبعه وسبل السلامه وسبل كل البنود اللي فيها. الشيء المهم جدا هو موضوع حمايه محدود الدخل. الرئيس قال عليه ودي مشكله لابد ان احنا نحطها في الحسبان اللي هي لابد البحث لها عن حلول. مش معقول ان انا احاسب رجل الاعمال زي ما قلنا قبل كده كتير جدا زي المواطن محدود او معدوم الدخل اللي بيقبض 2000 جنيه ولا 1200 جنيه الحد الادنى. مش معقول ان انا احاسبه زي اللي عنده مصنع حتى لو كانت شريحه عاليه بس النسبه يعني اللي عنده 1000 عربيه. فاعتقد ان ده موضوع لا يجب السكوت عليه، واعتقد ان مجلس الوزراء برئاسه المهندس شريف اسماعيل او ايا كان رئيس الوزراء ان هو يعيد طرح هذا الموضوع للنقاش على كافة الأوساط الاجتماعية في الجامعات وفي الإعلام وحتى على مستوى الشارع وفي مجلس النواب قبل إصدار الوسيلة اللي أنا هقيمها بيها. لأننا النهاردة شايفين أن الدعم بيذهب، المنظومة اللي ماشية بها مصر بيذهب منذ سنوات طويلة منذ فترة الستينيات حتى بيذهب لغير مستحقيه تماما. يعني جزء كبير. اتفضل يا صالح. اتفضل. هو المشكله كمان في موضوع يعني الدعم كمان انه مثلا بطاقات التموين فيها مصر فيها 81 مليون بطاقه تموينيه. يعني دي برضه لو حسبناها على كل بطاقه تموينيه يعني 4-5 افراد يعني مصر فيها حوالي 400 مليون نسمه بيستفيدوا من بطاقه تموينيه. يعني ايه اللي بيحصل ده يعني ده قمه الفساد، يعني فساد والسيطره على الدعم يعني ده للاسف الشديد. يعني بقى مش فساد حكومي، لا هو فساد اخلاقي كمان. يعني فساد اخلاقي علشان انا احصل حاجه مش من حقي. وبعدين المفروض ان انا احدد الشرائح اللي تستفيد. يعني انا هل رجل اعمال مثلا ثروته مليار او 5 مليون او 10 مش محتاج بطاقه تموين؟ مش محتاج. يعني انا الدعم ده يعني هل المواطن ده يذهب ويتصارع على كيلو
سكر اللي هو الرجل الاعمال على كيلو سكر وبياخدها اكتر، مش حكايه كده. ناس كتيره جدا لا تستحق وللاسف الشديد ان هي بتحصل على اشياء مش من حقها تماما. علشان كده لابد ان احنا عايزين نعدي المرحله دي زي احنا ما عملنا قانون القيمه المضافه والشعب تقبلها وحاجات واجراءات قاسيه شديده على المواطن العادي. اعتقد المواطن العادي من حقه ان انا برضو اخد له حقه في الناس اللي بتنهبه، سواء بقى في حاجات كتيره جدا، سواء اللي المحتكرين الفاسدين اللي بيحصلوا على دعم. كل اي متواطئ او اي فاسد في هذا الشعب لابد ان احنا نسعر له من خلال تطبيق اليات جيده وجديده لتوزيع الدعم. الرئيس السادات كان قبل كده فكر فيها، بس للاسف الشديد يعني شفنا جماعات الضغط وجماعات المصالح اللي هي كل ما تيجي اول الفكره، يمكن في نهايه عصر الرئيس الاسبق مبارك برضو لما حاولوا في الفكره دي الدنيا هاجت، بس بسبب ايه؟ اللي هم جماعات المصالح. اللي هم جماعات المصالح مين؟ اللي هم بيستفيدوا الفئه الكبرى اللي هم عدد. بس دي مافيا رهيبه. ما هي جدا. مافيا، ما هي دي المشكله. يعني تقول 81 مليون يعني بطاقه تموينيه يعني في يعني اقول مثلا 50 مليون المفروض بطاقه يعني بقى ما هي البطاقه يعني يمكن ده الصلاح البطاقه التموينيه دي اقل شيء. يعني احنا لا كمان لا ما انا بقول لحضرتك دي كمان اقل شيء في موضوع الفساد. احنا بنتكلم بقى على حاجات دعم الطاقه اللي هو بيذهب لغير مستحقيه تماما، عن دعم انواع دعم كتير جدا المفروض ان رجل الاعمال يدفع ثمنها او المستثمر صحيح. يدفع ثمنها، رغم ان احنا بنشجعه وما بنعرقلوش، بس في النهايه برضو ان انا الدعم زي اي دوله لابد ان انا احط لها اليات. لان لو هذه العمليه او هذه القضيه تم الاستمرار في السياسه اللي احنا بنتبعها في توزيعها، اعتقد ان احنا هنواجه صعوبات كثيره جدا، خاصه ان احنا داخلين على اجراءات اصلاحيه اقتصاديه او اجراءات اصلاح اقتصادي في كافه المجالات، منها قوانين، وشفنا قوانين جديده يمكن بتحمل على المواطن محدود الدخل اعباء، لكن في النهايه هو عايز حقه من اشياء ثانيه. يعني المواطن ما عندوش مانع ان هو يشارك في كل شيء ويضايق على نفسه ويستحمل، بس بشرط يكون في عداله اجتماعيه. واعتقد المشكله ان هو لابد ان كل الاجهزه تساهم فيها، خاصه ان انا عندما اتحدث فيها يتم بقى اثاره مظاهرات، إثارة قلاقل، احتجاجات. بعض القنوات الخاصة الفضائية للأسف الشديد تقوم بشن حملات لتشويه هذا المقترح. فعشان كده عايزين مصارحة مع النفس أكتر. أعتقد إن احنا لو خلصنا هذا الموضوع أعتقد مش هيبقى فيه أي أزمة. أعتقد إن المواطن محدود الدخل هيعيش في هذا البلد بكرامة عندما يذهب الدعم للمستحقين، سواء بقى كانت طريقة الدعم مادي عيني، أي طريقة هيرتضاها الجميع او توافق عليها الاغلبيه. اعتقد ان هي يعني هتخفف الاعباء عن المواطنين. يعني محتاجين دلوقتي بحث تاني، نبدا بحث الدعم ده قضيه ملهاش يعني لا يجري السكوت عليها. يعني البحث من وزاره التموين والجهات الرقابيه، نبدا اعاده مره اخرى مثلا تمام على الاقل حتى يعني مثلا احط حد ادنى مثلا اللي دخله اقل من 10000 جنيه مثلا، هو يعني مش هقول لك 5 مثلا او كذا عشان يعني او 5 مثلا، نحط حد ادنى. اعتقد ان هو في الفتره ديت يبقى 10000 جنيه ما يحصلش اللي دخله اعلى من 10000 جنيه. اعتقد ان هو لا يعني لابد ان لا يحصل على الدعم نهائيا. ده هو هيوفر كتير جدا. اعتقد يعني طبعا ايا كان المبلغ طبعا انا بقول رقم يعني تمثيلي. اعتقد يعني ان في لجنه تحط تضع هذا المبدا بعد دراسه الاسعار ودراسه شرائح المرتبات ودراسه كل ذلك، وتحدد مبلغ يكون هو اللي دخله اقل منه بالذات هو الذي يحصل على الدعم فقط. ده صحيح. الرقابه على الاسواق والرقابه على الاسعار، ده كان لقاء رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل بالمحافظين، وتشديده على الرقابه على الاسواق وعلى الاسعار. غير كده ضبط يعني عمليه الحملات ضبط 648 طن ارز وسكر اخفاها التجار في 7 محافظات. يبقى عندنا تجار جشعين ومواطنين لا يراعوا في وطن الا ولا ذمه، ويعني ونزعت من قلوبهم الرحمه كمان. يعني ما بنحسش ببعضينا زعلان. يعني هو يعني طبعا زي حضرتك ما بتقول فعلا ان احنا عندنا عوامل الفساد اصبحت منظومه. يعني الفساد بقى في منظومه في مصر، ما فيش فئه بتراعي الفئه الاخرى، ما فيش قادر او قوي او غني بيراعي ضعيف او فقير. ده كلها عمليات لابد
لابد من اعاده سلوكيات فيها. لما نرجع للقاء رئيس الوزراء النهارده بالمحافظين، هو كان من اهم اللقاءات في الفتره الاخيره، بس اعتقد يعني لو تم تفعيل القرارات او الموضوعات اللي تم مناقشتها فيه، اعتقد ان هي هتكون دافع للمواطنين ان هم يعني في الفتره اللي جايه بالذات احنا لابد عايزين فيها مصارحه حتى نقضي على المشاكل، ولا يستغل هذه الازمات ضعاف النفوس لاثاره القلاقل، اللي هي القلاقل اللي بتؤدي من الاستقرار اللي احنا عايشينه للفوضى. عايزين ده. رئيس الوزراء أكد على المحافظين مكافحة الغلاء وارتفاع الأسعار، بالإضافة لمشاكل كثيرة جدا في مقدمتها القمامة وتزايدها وكيفية النظافة وكيفية مواجهة هذه الأزمات، والبحث عن حلول جديدة لاستخدامات تدوير القمامة حتى نعود. يعني أنا النهاردة لما أشوف دول كبيرة زي الصين اللي هي من أكبر اقتصاديات العالم أو الاقتصاد المسيطر على العالم في الوقت الحالي، بتستورد يعني معلش سوري في اللفظ الزباله بتاعتنا والمخلفات بتاعتنا وتعيد تدويرها وترجعها لنا تاني. يعني اعتقد ان احنا بقى كل اتحاد الصناعات اللي هم عايزين يزودوا الدعم بتاعه وعايزين يدعموا، ما عندهمش افكار جدا. المستثمرين عندنا ما عندهمش افكار تستثمر دول، نجيب مستثمرين من بره. نتمنى واحنا نقدر نعمل ده نتمنى. يعني اعتقد ما هي عايزه منظومه اقتصاديه، يعني وزراء المجموعه الاقتصاديه مع وزراء التجاره والصناعه وكافه الاجهزه المعنيه ومجلس النواب وتغيير القانون، اعتقد ان هم لابد ان هم يعني. وكمان جميل جدا ان احنا عاملين لاول مره كمان عندنا في البرلمان في اللجان اللي استحدثت لجنه المشروعات الصغيره. اعتقد ان احنا كل الناس دول مع الجامعات والمراكز البحثيه، اعتقد ان هي لابد عليها دور انها تبحث عن حلول لكافه هذه المشاكل، خاصة ان انا النهاردة لما اشوف اختفاء سلع من الاسواق وهي موجودة بكثرة في مصر زي السكر وزي الارز اللي هو في معظم في اوج محصوله في معظم يعني في المحصول في هذا الموسم وقت المحصول، دي اعتقد دي كارثة. يعني لما هذا مثلا محصول زي محصول الرز يختفي من الاسواق في هذا الوقت بالتحديد، يبقى احنا داخلين على كارثة. محصول السكر في نفس الوقت اللي هو موجود بملايين الاطنان، ويمكن عندي معلومات ان هو الفترة دي موجود بكميات يمكن مش مسبوقة في مصر، بس للأسف المحتكرين قاموا بتشوين أو بتخزين مئات الأطنان أو آلاف الأطنان للعب بها في الأسواق. أعتقد يمكن شفنا التقرير اللي انت الجميل اللي حضراتكم أعدتوه، والناس شايفين ردود المواطنين. يعني الشيء موجود. المواطن بعد الشائعة ما كان بيسمعها، بعد ما كان كل يوم في اليوم مثلا بينزل يشتري كيلو سكر، لا النهارده بيشتري 10. بالإضافة بقى للمحتكرين والفاسدين، اللي انا بقترح ان مجلس النواب في الفتره اللي جايه ان هو يكون بقى مش اللي انا اصادر زي ما هم بيعملوا في الوقت الحالي بيصادروا الشيء المضبوط. اعتقد ان هو لابد ان يكون هناك اجراء اكثر ردعا واكثر تاثيرا من خلال بقى ايه. وده الشيء الجميل اللي انا طالبت بيه عدد من النواب ان هم يناقشوه او يتقدموا بيه، ان هم يقوموا بمصادره كامل الاموال. اعتقد ان انا لو انا اصدرت قانون فيه مثل هذه العقوبه، اعتقد ان اي شخص سيفكر بدل المره مليون قبل ان بص هتنهي عليها تماما. يعني انا مش هصادر، هو كله داخل زي اللي بيهرب دولارات، زي اللي بيهرب اي سلعه من السلع، بتصالح عقب ايه؟ عقب ان انا بتنازل عن الشحنه او الحاجه المضبوطه في اي حاجه. ده قانون. لا ما هو القصه احنا نتغلب عليهم زي ما قلت لسعادتك. ان انا دلوقتي في الفتره دي بدل ما هو يعمل كده، لا انا لو طلعت قانون مصادره كل الثروه هو وذويه، اعتقد ما فيش حد هيفكر في الكلام ده تاني. انما بالقانون الحالي والثقوب اللي موجوده فيه مش هتنصلح الاحوال. يعني ممكن يبقى في هناك حكم مثلا بالاعدام، يعني ما هو احنا قاسيه يعني لا هو خليها مش اعدام، خليها احنا بس نصادر المال، نصادر كافه امواله. عارف ديت اكتر من الاعدام بالنسبه له. يعني انت لو خدت كده مش هيفكر، هو هيمشي صح غصب عنه بقى. اللي ما يمشيش بضميره واخلاقه، اللي ما يمشيش بضميره واخلاقه ودينه والقواعد السماويه والمبادئ اللي احنا متربيين عليها، والشعب كله او غالبيه عدد كبير، مش هنقول الشعب كله طبعا، جزء كبير جدا من المواطنين او جزء كبير من الفاسدين بيستغلوه، اللي ضميره ما بيحكمش عليه. اعتقد ان القانون قادر على معاقبته ومواجهته وبقى ايه تهذيبه واصلاحه. طب زعلاء، في سؤال مهم جدا. اتفضل. لماذا غابت الاخلاق عن كثير من الناس
في المجتمع؟ والله طبعا يعني اللي فين الاخلاق؟ كانت زمان في اخلاق يعني هو محترمة. طبعا التغيرات اللي شافها المجتمع، الثقافات الغربيه او العادات الغربيه اللي هي وصلت الينا للاسف الشديد، واحنا بناخد منها السيء ونسيب الكويس. الناس احنا شايفين الاوروبيين وشايفين الدول المتقدمه يعني هم ماشيين بنظام اللي احنا الاسلام واللي ديننا وحتى المصريين عاداتنا وتقاليدنا على مدار التاريخ احنا بننادي بان احنا اللي اسسناها. يعني لما تذهب في سويسرا ولا في السويد وتشوف النظافه هناك، الرمز بتاعها سيده مصريه هي رمز النظافه عندهم. اما نشوف حتى في سفاراتهم هنا، اما نشوف القصص دي كلها هم بيستقوها مننا وهم اللي بيمثلوها، يعني بعد ما استنبطوها مننا، وان هم اللي عرفونا العالم. يعني انا يعني احد المصريين المقيمين في اليابان النهارده سمعوا يعني هو استاذ جامعي وكان بيحاضر في اليابان، فلما جه عرفوا احد الاكاديميين في اليابان فقال انه من البلاد التي كانت تغطي عوراتها، يعني كانت تعيش وتنعم بالتقدم عندما كانت جميع دول العالم تواري عوراتها بورق الاشجار. فاحنا شوف التقدم عندنا كان قد ايه، مش التقدم بس، الاخلاق، الدين، التربيه الصحيحه. كانوا بيجوا مصر هنا يتعلموا، كانوا بيجوا. شوف كل دول العالم لما كانت بتيجي احنا كنا يعني مبادئنا سواء الحضاره الفرعونيه او العربيه والاسلاميه، كل ده احنا للاسف الشديد تجاهلناه تماما، وبدانا ان احنا نستقي من مواقع التواصل الاجتماعي. يعني شوف حتى الانترنت اللي احنا شوف كل العالم بيستخدمه في اشياء نافعه، ما عدا احنا بنستخدمه في اشياء تضر ولا تفيد، سواء على الامن والاقتصاد وعلى الاخلاق وعلى كل شيء. علشان كده بس فتنه يعني للاسف هو العلاج الوحيد او يعني الاسباب والعلاج مع بعضها ان انا يعني غياب دور، لما نتكلم في الاسباب الاول، غياب دور المؤسسات الدينيه سواء الازهر او الكنيسه في الفتره الاخيره، وظهور للاسف الشديد ظهور فئات ضاله غير مؤهله للفتوى. يمكن احنا هنتكلم عن النقطه. هل غاب دور الازهر في الفتره في السنه هذا الكيان الديني الرهيب اللي مقدر في كل العالم؟ للاسف الشديد في العقدين الاخيرين بالتحديد، في العقدين الاخيرين او في الثلاث عقود الاخيره الازهر ما عادش ليه دور. لما يجي غير مؤهل واحد خريج يعني معاه اعداديه ولا معاه، يعني مع احترامنا الكامل لكل الفئات، ويجي علشان قرا كتاب او فجاه كده ان هو جاله الوحي والالهام، مع ان سيدنا محمد اخر يعني سيدنا جبريل يعني كان اخر اللي نزل عليه هو سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. يعني قرا كتاب صباح داعيه له سيديات وشرائط فيديو وله مواقع على الانترنت وقنوات فضائيه، ويتبوأ منابر الخطبه وعلى الفتوى وعلى الملأ. اعتقد ان ده كل ده عايزين نقاومه ونرجعه، ان الازهر يكون هو المناره الوحيده للفتوى وللتشريع. ويمكن عندنا النهارده كان المؤتمر بتاعه الامانه العامه لدور الافتاء على مستوى مصر، اللي هو المؤتمر اللي الرئيس السيسي بعد 30 يونيو كان نادى بيه باهميه خطاب الاصلاح الديني. الدول العربيه والاسلاميه انتفضت فجاه يمكن بدعوه منصيه لما لقوا ان داعش والجماعات التخريبيه اللي هي ما عادتش بقى خلاص ارهابيه، كانت الاول بتخوفنا، دلوقتي بتخرب في الاقتصاد. الدعوات اللي هي بتطلقها مش الدينيه بس، لا، في جماعات تخريبيه اخرى. من يحاول ان يوهمنا ان هناك في مناسبه من المناسبات ان هناك تظاهر، ان هناك انفلات شعبي، ان كل ده تخريب في ايه؟ هم يعون تماما ويدركون جيدا، مطلقي هذه او مروجي هذه الشائعات يدركون أن مصر استقرت سياسيا وأمنيا، ولم يعد هناك مجال لأي شيء أو أي خروج على القانون. فهم يحاولون نفس اللعبة اللي هم يعني صاروا عليها منذ 30 يونيو حتى الآن، وهم يعني للأسف الشديد وهم يسيرون فيها بنجاح. تعطيل الاستثمار الأجنبي، القضاء على السياحة، خاصة إيه بقى الدعوة دي جت بعد إيه؟ بعد أن تعافت السياحة. فيه بقى شفنا نفس جديد أو شفنا بادرة أمل جديدة إن السياحة خلاص هتعود، إن علاقتنا مع الدول الأوروبية كل ما نيجي نصلحها بعد حادث تفجير أو بعد أي شيء تاني إن تظهر هناك دعوات للقضاء على هذه النجاحات، خاصة لما نشوف السياسة الخارجية والرئيس السيسي بيجوب العالم شرقا وغربا، وإن كافة دول العالم بتغير نظرتها لمصر بعد 30 يونيو بعد فترة جفاء عدة شهور. كل ده بيرجعنا لورا كتير جدا، فهم بيلعبوا نفس اللعبة. فأعتقد إن الفترة اللي جاية لابد إن هي يعني بتحتاج إلى تضافر
تضافر جهود، بتحتاج الى مقاومه من سلطات الدوله، تفعيل القانون وتنفيذه على الكل. ما تفضلش القوانين حبيسه الادراج في مجرد مواد لا يتم تنفيذها. بالاضافه زي ما بدانا في الحلقه واحنا اتكلمنا عن تشديد العقوبات على المخالفين والفاسدين والمروجين للاشاعات. الفتره اللي جايه اعتقد يعني مع اعطاء مع السير في استكمال اجراءات الاصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ان انا لابد عندي يعني، وزي ما احنا زودنا الحريات، لكن احنا عايزين في الفتره الجايه انها تكون حريات مسؤوله. مطلق الشائعه او مروجها لابد ان هو نتعقبه ونشوف دوافعه واسبابه وياخذ حكم. طبعا الكتائب يعني الالكترونيه اللي شغاله بس الاشاعات وبس الفتنه لحد الان، وبس اخبار كاذبه، وللاسف لحد الان يعني هي احنا لسه كنا بنتكلم عن الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا. احنا لحد الان يعني يمكن احنا لما بنيجي نطلع صحيفه او قناه تلفزيونيه او محطه اذاعيه هناك اجراءات معقده، انما الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي اصبحت متنفسا بقى لايه؟ للمخربين والمروج الشائعات والفاسدين، حتى لا يتقدم هذا الوطن، حتى يفعلوا ما يريدون. فانا مع الحريات ومع عدم اغلاق الفيس ومع عدم التضييق على الحريات نهائيا، لكن بشرط وضع قواعد قانونيه، الحسابات تكون مراقبتها جيدا وان تكون صحيحه. ما عنديش مانع ان انت تتكلم، وما عنديش مانع انك تقول رايك، ما عنديش مانع ان تعترض على القياده السياسيه، على الوزاره، على اي جهه او اي مؤسسه، ده حقك، بس بشرط ان انت ما تخربش في اقتصاد بلدك، ما تخربش في امنها، ما تبثش الشائعات، خبر كاذب. ده ملاحقته بقى من يرتكب هذا الفعل. اعتقد ان هو يعني مثلا شائعه زي شائعه السكر او غيرها، دي حتى ترويجها نفسه يعني غير المحتكرين اللي هم الحيتان الكبار. اعتقد ان ترويج الشائعه ايضا في اخفاء سلعه او ارتفاع ثمن سلعه، اعتقد ان هو يخضع لقواعد الامن القومي، يعني امن طبعا. قومي، يعني مش جريمه فقط. اعتقد ان هو لابد ان هو يكون هناك حساب قاسي لكل هؤلاء. صحيح. ننتقل لزعلاء البرلمان يوافق نهائيا على قانون الهجرة غير الشرعية. موضوع الهجرة غير الشرعية ومشكلتها والحوادث اللي بتحصل، آخرها حادث رشيد. البرلمان النهارده وافق نهائيا على قانون الهجرة غير الشرعية. هو طبعا يعني القانون جيد على المستوى النظري، وليس في الإمكان أبدع مما كان. شيء جيد جدا، القانون كافي فعلا، بس هو الأسباب. القانون ده موضوع متشابك، موضوع عايز إلمام أكتر من كده. أنا لما أشوف، ويمكن اتكلمنا في الموضوع ده كتير جدا، لما نيجي نتكلم عن الهجرة الشرعية أو الهجرة غير الشرعية نتكلم عن أسبابها. دوافع الناس دي إيه؟ سبب سلوكهم هذا. أول حاجة هلاقي البطالة، هلاقي برضو الطمع، هلاقي الجشع، هلاقي فساد أخلاقي، هلاقي غياب وعي، غياب فكر. العمل اللي أنا ما بقبلوش هنا بروح أقبله بره. إن إحنا عايزين معلش يا زعلاء، الجزئية دي مهمة جدا. العمل ما بقبلوش هنا طبعا، يعني طبعا يعني هنا في مصر في أعمال كتيرة جدا يعني نماذج النجاح جدا، يعني في أعمال كتيرة جدا الناس ممكن تشتغل فيها. هو يعني ده يمكن، يعني احنا لما نتكلم بصراحه وسائل الاعلام عليها دور كبير في القصه ده. انا النهارده عندي نماذج نجاح كتيره جدا في كافه المستويات، عمال وصناعيه وتجار وحرفيين وفي كل المهن. بدأوا صغيرين بالجد وبالاجتهاد وبالعمل المخلص الدؤوب، كونوا ثروات، قدموا نماذج مشرفة للمجتمع أيا كانت مهنهم أو مجال أعمالهم. احنا ما بنظهرش ده للأسف الشديد. احنا في قناة القاهرة هنا عندنا برنامج اسمه فرصة عمل، في خلال 4 حلقات تمام وفر حوالي 10,000 فرصة عمل. ده شيء جميل جدا، ومحدش بيتقدم. وده حتى وان كان ده شيء مغزي بقى، حتى وان كان في اماكن خاصه موفر ليه التامينات وكل ليه بقى؟ يعني كل ما هو للعامل او الانسان اللي بيشتغل في فكر وثقافة الوظيفة الميري لا زالت مسيطرة. التطلع لتحقيق مزايا أفضل منذ اللحظة الأولى والحصول على رواتب ضخمة هي المشكلة. كله عايز راتب، يعني من أول مرة أول ما يشتغل عايز راتب وزير أو من أول شيء. ما فيش تدرج، يعني كله عايز يركب الطيارة مرة واحدة، مفيش حد عايز يركب عجلة في مصر، كله عايز يركب الصاروخ مرة واحدة. دي مشكلة كبيرة جدا. بالإضافة إن أنا كمان زي ما
ما قلت لحضرتك، انت قلت شوف الغالبيه، انت وفرت 10,000 فرصه. كثير من الشركات، وزاره القوى العامله يوميا بتعلن ايضا على مئات والاف فرص العمل في مصانع على الطريق الصحراء وفي كل حته، برضه لم يتقدم لها احد، فيها فساد. هو سؤال للشاب، اول سؤال ليه هي كله انا هاخد كام؟ هي دي كل حاجه. وممكن يعني ما يعرفش ان هو هيبقى هو لا ما عندوش، هو بيتخرج من الجامعه وبعضهم متخرج من مؤهل متوسط. هو خلاص، هو يعني رتب نفسه، سيستم نفسه ان هو بيشوف ان ده يعني اسرى ثراء سريعا من مجال معين عايز يعمل. زي الهجره غير الشرعيه برضو، عشان تبقى عارف من ضمن اسبابها الخطيره ان كل واحد بيبقى قدامه نماذج ناجحه. هو شاف جاره او شاف قريبه سافر شاف وسافر دوله وجه الحظ معاه ونجح هناك، يمكن حتى لو هو كان هناك ارتكب عمل فلوس وعمل بيت وعمل اعمال غير مشروعه يعني. وحاجه بننبه برضو لها الناس ان معظم المهاجرين اللي هم غير شرعيين دول بيروحوا هناك مش بيعملوا في اعمال متدنيه، لا في اعمال غير مشروعه كلها، في التهريب وفي اعمال اقذر من ذلك بكثير جدا. فاحنا عايزين بقى ايه؟ التوعيه، اقدم النماذج الناجحه، اقدم المشروعات اللي هي عندي، نحاول نحس الشباب شويه. وسائل الاعلام، المؤسسات الدينيه لابد ان هي تحس الشباب على العمل، تغيير الثقافه. اعتقد ان احنا كمان من المناهج لازم تتغير لتواكب احتياجات سوق العمل، بالاضافه كمان ان انا اشجع فيهم العمل، اشجع فيهم الانتماء، ان انا كل عمل عندي ان هو مش نجاح ليا، نجاح للامه المصريه. عايزين نزكي هذه الفضيله او هذا المبدا، ان احنا لما نيجي نتكلم انا مش بنجح، ان انا عندي لما انا انجح في مهنه صغيره هتكبر في وقت من الاوقات، ان ده مش لصالحي ولصالح اسرتي فقط، لا لصالح بلدي بالكامل. لان نجاح المجموعه بيبدا من نجاح الفرد او من نجاح الافراد حتى تصل لقمه الدوله، ان احنا كلنا بننجح. احنا شايفين النهارده بدل ما دوله تستغلنا اقتصاديا، اما بنحتاج سلعه من السلع الاستراتيجيه وباجي ما لقاهاش او دوله تحكم فيها، زي ما كنا بنشوف الولايات المتحده وكندا في بعض الاوقات، او حتى استراليا، ان هم عندما نحتاج القمح ولا يجدون من يشتريه بيقوموا يعني باغراقه. فدي للاسف الشديد. كي ندرس احتياجاتنا جيده، نشوف المهن اللي ناقصانا، نشوف الزراعات اللي احنا عايزين اعاده تخطيط جيد، ونشوف الشباب دول بيعانوا من ايه. يمكن بدات تجربه جيده جدا. الحكومه مؤخرا التفتت للمحافظات اللي هي فيها الهجره غير الشرعيه منتشره، زي كفر الشيخ والبحيره، وبداوا بمزارع عملاقه للاستزراع السمكي ومحطات او مصانع كبيره في المنطقه الصناعيه. هو ده الحل بقى، ده الحل، ان انا ابدا اعمل هو ما فيش حل غير كده. الصندوق الاجتماعي للتنميه بيدي قروض عشان يعمل مشروعات يعني واعمل ده الحل، ما فيش حل غير كده. هو في الحل ده بس زي ما قلت برضو عايزين نغير الثقافه. احنا عندنا شغل. هل الشباب هيغير ثقافته ويبدا من الصفر، ولا هينتظر قطار الوظيفه الميري، ولا هينتظر بقى ان هو يجيب خاتم سليمان ويبدا بيه من البدايه، يبدا بره بيه من النهايه؟ يتعب لا، هو ما حدش عنده استعداد. يعني شوف الشباب معترضين، هناك مناظرين او منظرين على الفضائيات يقدموا لنا السلبيات. ما فيش حد فيهم سواء سياسيين، سواء خبراء، سواء نخب، سواء اساتذه بعض اساتذه. معلش سؤال، دول يتحطوا تحت بند ايه المنظرين؟ يعني ما هو للاسف الشديد قدم حل. يعني هو لا بيقدم حل، هو بس طالع بس ايه؟ لا، انت اتكلم انقد حريتك. يعني اعمل القلب والبصيره زي ما بيقولوا. لا شايف مش شايف لا انجازات موجوده على الارض للاسف. لا يعني حتى كمان احنا عندنا ايه، لما تيجي تنتقد حد فيهم، لا هو يعني يا ريت يبقى في كل شخص، انا وحضرتك وكل الناس، يبقى عندنا شجاعه قبول الانتقاد. عندنا ثقافه الخلاف في الراي، نختلف بس للصالح مش يعني اي حد بيعرض سلبيه قدم النصيحه. انت قدمت شغل، اذا ما كنتش انا يعني بجتهد في شغلي وحضرتك وانت قمت بشغلك وكلنا قمنا بشغلنا، اي واحد في اي مجال بقى، ما تجيش تتكلم عليه، ما تجيش تتكلم عن فساد او عن سلبيات وانت ما قدمتش لحد الوطن وعملش حاجه. يعني لازم تشارك. الكلام ده هو عمل ايه؟ هي يعني قام قال انا هتبرع البلد لا ولا الكلام كله مصر ولا اقوم اعمل كذا ولا اعمل كذا، او عرض فكره مثلا مقترح جديد ممكن يفيد البلد. يعني
يعني زي ما شفنا صندوق تحيا مصر اللي الرئيس يعني احنا بوحى صوته فيه، ان معظم المتبرعين فيه من صغار المواطنين او من محدود الدخل، الناس اللي بيحبوا البلد. الناس اللي بيحبوا البلد. شفنا الست اللي بتبيع الحلق بتاعها وبتنزل على المصاغه، شفنا محدود الدخل بقى. شفنا كلام وتأليف عليه كله بقى وبتاع، يعني كلام كله ملوش لازمه في اطار ايه بقى ان ويعني حتى يعني لما بنيجي نتكلم عن اي شيء يفيد البلد انسى بقى، خد بقى الجيوش الالكترونيه اللي هي شغاله على التعطيل وعلى التشويه وعلى التسفيه اي عمل بنقوم بيه. فاعتقد ان احنا في الفتره اللي جايه ديت لابد ان احنا نواجه المشاكل والصعوبات بطريقه اكثر ايجابيه. ما يهمنيش بقى لان لما انا ماشي صح، واعتقد ان هي الرئيس السيسي ماشي بالسياسه ديت، بس عايزين بقى مسانده شعبيه، عايزين مسانده من الوزراء، برضو عايزين الحكومه يعني برضو عشان ايه ما يبقاش كل حاجه على المواطن، يعني المواطن كده لازلنا نحمله ما لا يطيق. عايزين المواطن يشعر بانه في بلد فيها عداله اجتماعيه. محتاجين روشته سريعه عشان وقت دهمنا. يعني الروشته السريعه دي دور الحكومه يعمل ايه ودور المواطن ايه؟ يعني الحكومه لابد ان هي تقوم ب اولا تقديم مشروعات قوانين جيده للبرلمان بتغليظ العقوبات على الفاسدين والمحتكرين والمستغلين لاي شيء في البلد، والرقابه الشديده. الرقابه الشديده، بالاضافه الى استيعاب الشباب عنده قوات كامنه وطاقات هائله، ما يطلعش مسؤول يستفزني بتصريح زي المسؤول اللي بيقول لك ان احنا نقاوم الهجره غير الشرعيه بورش العمل. دي كارثه. لابد ان الناس دي كلها يتم محاسبتها. المسؤول اللي مش قادر على القيام بعمله زي ما الرئيس ولا زي المواطنين بيعملوا، اعتقد ان هو لابد ياخد ساتر يقعد على جنب. ما عادش في وقت للتجارب. اعتقد ان احنا في الفتره اللي جايه لابد ان الحكومه تقوم بهذه الاجراءات، بالاضافه برضو كمان ان ايه الحكومه ما تستفزناش، يعني برضو ترشيد الاستهلاك ده لابد ان هي الحكومه اول واحده تنفذه. السفريات الخارجيه اللي هي عمال على بطال لابد ان احنا نقاومها، ما يبقاش كده. العربيات الفارهه، البنزين، يعني بدل ما عندي في الوزاره 20 عربيه انا عايز النهارده ادخل على ازمه وقود داخل. ما ينفعش ان انا النهارده بدل ما بشغل 10 عربيات بس ان انا يعني ايه ابيع 10 ولا استخدمهم اودهم اي حته ثانيه واستخدم 10 فقط. يبقى التقشف يبدا من الحكومه. المواطن بقى عليه بقى ان هو يقوم بعمله، اي واحد في مجاله فقط. إذا قام بعمله وراعى الوطن وراعى الله في كل ما في كل تصرفاته، هو مش عايزين اكتر منه من كده ان هو يقوم بالعمل. بالنتيجه بقى بس ما ينفعش ان فيهم جزء يعني او ما فيش جانب ما ينفعش ان في جانب او فريق من الفريقين يعمل عمله فقط. لابد ان الطريقين متوازيين حتى يصلوا الى نهايه سعيده ان شاء الله. ان شاء الله نهايه سعيده. مصر ومصر ان شاء الله على الطريق الصحيح باذن الله. زعلاء نورتنا واسعدتنا. شكرا. ربنا يخليك يا فندم. شرف يا فندم. مشاهدينا الكرام، في نهايه حلقتنا الشكر موصول لمشاهدينا الكرام، وهذه تحيه فريق عمل برنامج اخبار القاهره، وتحياتي صلاح عبد الله. في امان الله.